horizontal اكسشينج معناها ايه؟ معناها ان في اكسشينج على المستوى بتاع نفس اللاين محتاج يبقى موجود. احنا دول دلوقتي في نفس اللاين، نفس الكاتيجوري، معنى ام واب، اخ واخته، اتنين زمايل في الشغل، اتنين اصدقاء. لازم اي علاقه في الدنيا فيها اكسشينج. فالبيز بتاع الاكسشينج ده، وده هو الجزء من الاساس بتاع اللي احنا هنتكلم فيه النهارده، هو ايه؟ ان ده يدي ودي تاخد ودي تدي وده ياخد. اول ما يحصل فيه مشكله في البالانس اوف جيفنج اند ريسيفنج، العلاقه دي لازم يحصل فيها مشاكل. اي سؤال؟ طيب في معظم العلاقات اللي فيها مشاكل هو البالانس ده مش محسوس، كل واحد بيحس ان هو بيدي اكتر ما بياخد. البالانس دي كلمه يعني على حسب مين اللي يقولها. بالظبط، هو في حاجات بتحدد البالانس ده. اول حاجه على مستوى الروح، احنا بنبقى عارفين ادينا ولا ما اديناش. انما العقل بيلعب الالعاب بتاعته، لا اصل هو مش عارف ايه، لا اصل هو مش عارف ايه، لا اصل هي عملت كذا، الكلام ده كله. بس على اون ذا سول ليفل كلنا بنبقى عارفين لما بنبقى في علاقه احنا بندي اكتر ولا بناخد اكتر على المستوى ده. بس دايما العقل بيشوش. الفكره بقى حتى على المستوى الواعي، انت عشان تعرف انت بتديها ايه وعشان تعرف هي بتاخد منك ايه، لازم يبقى في كوميونيكيشن. هي تقول لك هي عايزه ايه وانت تقول لها انت عايز ايه. طول ما في كوميونيكيشن، فاحتماليه ان انا ادي للشخص الحاجه اللي هو عايزها وان هو يديني الحاجه اللي انا عايزاها، احتماليه موجوده. انما لو ما فيش كوميونيكيشن، الاحتماليه دي غالبا رايحه في حته مش موجوده. هل في كرايتيريا للاكسشينج ده؟ يعني ايه قصاد ايه؟ ده بيز على النيدز، هي عايزه ايه وهو عايز ايه. عشان كده اساس العلاقات النيد. الاساس بتاع اي علاقه في الدنيا هو الاحتياج. انا محتاج ايه، الشخص ده بيديهوني، الشخص ده محتاج ايه، انا بديهوله. الحب كلمه ظريفه جدا، بس الحب مش هو اساس العلاقه. الحب ممكن يخلي العلاقه احسن، انما البيز بتاع الناس بتخش ليه في علاقه ولا احتياج. انا عايز ايه، الشخص ده هيديهوني، وهو عايز ايه، انا هديهوله.